اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. يلا نعمل قطايف من أول رمضان وأنا ما عملتش قطايف، وصراحة كان نفسي فيها قوي. وأول ما قلت لجوزي نزل جابها لي على طول، ربنا يبارك لي في عمره. وكمان جابها لي طازة ولسه معمولة. قال لي وهو واقف الراجل كان بيعملها. تمام، ده نص كيلو قطايف. انا بحب احشي القطايف بزبيب وجوز هند وسوداني، مش بحط سكر خالص، لان كده كده احنا بنحطها في شربات، فمش هنضطر ان احنا نحط فيها سكر. في ناس برضو بتحب تحط فيها سكر، فبراحتك خالص، عايزة تحطي سكر اختياري او مش عايزة تحطي براحتك خالص. تمام. ببدأ بقى ان انا احشي في القطايف، واهم حاجة بنقفل القطايف كويس، وكمان مش بنحشيها جامد علشان الحشوة مننا ما تفتحش القطايف وتتحرق طبعا في الزيت. خلاص. اول حاجة طبعا القفلة اللي انا قفلتها الاول العادية، والقفلة التانية دي انا متعودة في بيت ماما بنقفل القطايف كده. فقلت ايه يعني ايه ادي شكلين كده في القطايف. خلاص. بنبدأ بقى نقفل القطايف كويس، وببدأ بقى ان انا احشي القطايف، كمية القطايف اللي عندي كلها بالطريقة دي. طبعا انا ما عملتش ما قالتش القطايف كلها، لان احنا طبعا يعني احنا مش كتير في البيت طبعا، فمش هناكل كمية القطايف دي كلها. انا حشيتها كلها وشلتها في الفريزر، بقيت اللي انا ما قلتهوش. اهم حاجة لو هتشيلوا القطايف في الفريزر، شيلوها محشية. اما بنشيلها محشية بتبقى اسهل طبعا، غير طبعا لما بنحطها في الفريزر وبنطلعها فبتتقطع. خلاص. كده بقى كنت حشيت كمية القطايف اللي عندي كلها، وجبت بقى صينية حطيت فيها زيت. واهم حاجة بنسيب الزيت يسخن براحته جدا، وبعد كده بننزل القطايف عشان ما تشربش زيت. ببدأ بقى ان انا انزل القطايف اللي عندي، وكمان مش بنزلها مرة واحدة، لا انا بنزل جزء، ولما بيبدأ يتحمر بشيله وبنزل الجزء التاني. مش عايزين الزيت يبرد خالص، عشان تبقى القطايف عندنا مقرمشة من بره وطرية من جوه، وتبقى حلوة قوي. سايباها بقى كده تتحمر براحتها. هنا بقى ايه، كنت بقلب القطايف لقيتها لأ لسه ما اخدتش لون، فرجعت قلبتها تاني علشان تاخد اللون كويس. لما بنطلعها بسرعة مش بتاخد اللون كويس، بتنزل في الشربات طبعا فبتبقى طرية قوي. خلاص. هنا بقى كانت القطايف عندي اخدت اللون الذهبي ده، انا بحب اللون القطايف باللون ده يا جماعة. ببدأ بقى اقلبها واسيبها تتحمر على الوش التاني. هنا خلاص بقى كانت القطايف عندي اخدت اللون الذهبي الحلو ده. ببدأ بقى ان انا اصفيها كويس قوي من الزيت، وبطلعها من الزيت وبنزل بقى الجزء التاني عندي في الزيت. خلاص بقى كده كنت صفيتها كويس. بصوا بقى بوريكم لونها حلوة قوي ازاي، وكمان ما فتحتش مننا خالص عشان قافلين عليها كويس. اهم حاجة تضغطي كويس كده على القطايف، مش هتفتح منك ابدا. خلاص بقى بنزل بقية الكمية اللي عندي، وبسيبها برضو تاخد اللون كده الذهبي الحلو ده. شفتوا بقى كمية القطايف اللي عملناها دي، وكمان كان ما عملناش النص كيلو كله.
خلاص برضو كده بدأت تاخد عندي اللون الذهبي برضو، ببدأ اقلبها برضو على الوش التاني، وبعد برضو ما بتتحمر بطلعها واصفيها برضو من الزيت. والزيت ده بقى مش بنرميه طبعا، لما بنعمل بقى فيه حلويات بنسيبه نعمل فيه حلويات. طبعا ده زيت نضيف، انا كنت حاطه زيت نضيف. خلاص كده بقى اخدت اللون هي كمان الذهبي، وببدأ برضو اطلعها واصفيها. خلاص بقى كده بدأت ان انا اطلع القطايف اللي عندي كلها. طفيت بقى على الزيت عندي وشيلته. خلاص هنا بقى كنت طلعت بقى القطايف اللي عندي، بص لونها حلو ازاي. هنا ده بقى شربات عندي كنت مجهزاه طبعا وسايباه يبرد، والقطايف عندي دافيه. الشربات ده عملته ازاي؟ عملت كوبايه ونص سكر عليهم كوبايه ونص ميه وعصره ليمون، وبسيبه يغلي. واول بقى بسيبه اول 8 دقايق كده ماشي، يعني اول ما بيغلي بسيبه 8 دقايق وبعد كده بطفي عليه. والشربات ده برضو مش بنرميه الباقي خالص، بنحتفظ بيه برضو في التلاجة للحلويات. بسيبها طبعا شوية في الشربات، مش بطلعها على طول. هنا بقى بصوا القطايف بتاعتنا كانت جاهزة وحلوة ولونها حلو قوي ازاي. خلاص كده بقى رصيتها في الطبق. اهم حاجة لو ما اشتركتوش في القناة ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وياريت ما تنسونيش بدعوة حلوة من قلبكوا ليا، وكمان ما تنسوش اللايك. وبس كده اشوفكم في فيديو جديد.